بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ثم كفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولمعلمنا ولمشائقنا وللمسلمين أجمعين آمين. الحديث التاسع، حديث كسقالات، عن أبي هريرة ومقعيس سحنو يا عبد الرحمن بن صخر رضي الله كرال نقضي عنه حقيس قال وحويري: سمعت وحام غلي رسول الله رسولك إلهي صلى الله كرال نقضي عليه الدشيس وسلم الله نبدي إليه يقول إسقو دهايا: ما نهيتكم وحليذ كريبي عنه حقيس فاجتنبوه كفقادا أو كدورسدا، وما شيء أمرتكم لإذن أمري به إسقو فاتوا لك علي منه حقيس ما استطعتم وحاتك أودان، فإنما إن كلما أهلك وحاهلاقي الذين كبي من قبلكم إذن كهريي كثرة مسألهم سؤال بدن ذيذا واختلافهم خلاف الدود على أنبيائهم أنبياء إلهي خلافين. رواه البخاري أيا وريي، ومسلم أيا وريي. وحي عن قلدينا في شقطان بكاهاتي، وحي عن صحينا هذا أودي ذكم في الحق إلهي بكاهاتي. إن شاء الله تعالى أقول هذا قولي، ونشكركم على حسن استماعكم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.